وطبعا يا صديقي، بعد ما قلنا الميزانيه ليها دور اساسي، تيجي تسال نفسك: طب انا برضو لحد دلوقتي ما فهمتش اختار اللابتوب المناسب ليا ازاي؟ والاجابه ببساطه انك هتبص على شويه حاجات اساسيه. واول حاجه معانا المعالج. المعالج ببساطه هو عقل اللابتوب، واللي بيحدد هل الجهاز هيستحمل معاك شغل تقيل ولا هيقف عند ابسط حاجه. خليني اقول لك ان احنا عندنا شركتين كبار مسيطرين على السوق: انتل ورايزن اي ام دي. لو جينا لانتل، هتلاقيه الاشهر عند الناس من زمان، وبيجي بسلاسل معروفه زي الاي 3 والاي 5 والاي 7 والاي 9. اما رايزن من اي ام دي، وده المفضل ليا انا شخصيا، بقى منافس قوي جدا في السنين الاخيره، وبيقدم لك اداء قريب من انتل ويمكن احسن كمان بس بسعر اقل. وهنا بقى لازم نركز على حاجه اسمها السيريس. لو لقيت حرف اليو جنب اسم المعالج، يبقى معمول للاستخدام الخفيف، يعني تصفح وورد واكسل وكمان بيوفر بطاريه. لو لقيت حرف الاتش، يبقى ده هاي بيرفورمانس، يعني شغل تقيل، مونتاج، جيمز او اي حاجه محتاجه قوه. وفي حروف تانية زي البي في انتل والاتش اس في ام دي، ودول في النص كده، يعني استخدام متوسط. النصيحه هنا بقى، لو استخدامك خفيف جدا، اقل حاجه تجيبها اي 3 او رايزن 3 من فئه اليو. لو استخدامك خفيف برضه بس عايز حاجه احسن شويه، بص على الاي 5 او الاجيال الاولى من الاي 7، او تقدر تاخد رايزن 5، وده منافس قوي جدا. لو استخدامك متوسط زي برمجه او فوتوشوب خفيف، روح على طول على رايزن 5 فيما فوق، او اقل حاجه اي 7. لو استخدامك تقيل، يعني عايز حاجه قريبه من البي سي، هتبدا من الاجيال الاخيره من اي 7 لحد الاي 9، او رايزن 7 لحد رايزن 9. وطبعا تركز ان الفئه فيها حرف اتش، لان هو اللي بيديك الهاي بيرفورمانس. طب ازاي تعرف نوع البروسيسور اللي في جهازك اصلا؟ الموضوع بسيط جدا: افتح سيتنجز، بعد كده اختار سيستم، انزل تحت واضغط اباوت، وساعتها هتلاقي كلمه بروسيسور مكتوب جنبها نوع المعالج والفئه بتاعته، زي ما انا عامل قدامك دلوقتي.